كشف بلاغ للديوان الملكي قبل قليل أن الملك محمد السادس سبق وأن بادر بالإسراع بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابق أكتوبر 2016 بتعيين عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة. وأفاد البلاغ أن الملك حث رئيس الحكومة المعين عدة مرات على تسريع تكوين الحكومة الجديدة، حيث أنه بعد عودة الملك إلى أرض الوطن بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين لمدة تجاوزت 5 أشهر لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، وإضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها. وبمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر الملك أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية غير عبد الإله بن كيران. وقد فضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر لايك وترك تعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة لزاوي تي في وفعل زر الجرس.